أكبر جنازة في تاريخ البشرية كانت لراجل بيزني وبيشرب الخمر. استيقظ في ليلة من الليالي السلطان سلمان القانوني من النوم مفزوع من الحلم اللي شافه، فنادى السلطان على حارس من الحراس المقربين ليه وقال له جهز لينا الخير. وكان من عادة السلطان سليمان الخروج متنكر بين الناس عشان يعرف يساعدهم، وفعلا خرج هو والحارس بتاعه لوحديهم، فمروا من أمام جثة راجل مرمية على الأرض في إحدى شوارع المدينة. الناس كانت بتمشي من حواليه وما كانش في حد راضي يقرب له، فسأل السلطان جثة من هذا، فرد عليه كل أهل المدينة وقالوا له دي جثة راجل كان بيزني وبيشرب الخمر. فما فيش حد من أهل المدينة كان راضي يقرب له ولا يشيل جثته من على الأرض، علشان الناس كلها كانت بتكرهه بسبب الذنوب والمعاصي اللي كان بيعملها. فالسلطان من رحمته مرضاش يسيب الراجل مرمي على الأرض، وشاله بنفسه ووداه لحد بيته. وزوجة الراجل ده لما شافته وهو ميت ومتشال على الأعناق ما كانش منها إلا إنها بكت بكاء شديد جدا. والغريب إن الست ما كانتش تعرف إن اللي واقف قدامها ده يبقى سلطان المدينة. فاستغرب السلطان من بكاء هذه المرأة وسألها وقال لها ليه بتبكي بالطريقة دي، وجوزك كان راجل زاني وبيشرب الخمر وبيعمل كل المعاصي والذنوب. فردت عليه المرأة وقالت له إن زوجي كان راجل عابد وزاهد لله، لأن ربه ما رزقهوش بأولاد، وكان من شدة حبه للذرية والأولاد كان بيروح يشتري الخمر ويجيبه لحد البيت ويصبه في المرحاض. وكان بيقول الحمد لله إني قدرت أخفف عن شباب المسلمين بعض المعاصي. وكان بيروح للبيوت اللي كان بيفعل فيها النساء الفاحشة والزنا، وكان بيعطيهم أجر يوم كامل على شرط إن هم يرجعوا لبيوتهم. وكان بيقول الحمد لله اللي أنا قدرت أخفف عنهم وعن شباب المسلمين بعض المعاصي. وكانت دايما زوجته تنصحه وتقول له إن الناس لها مظاهر الأعمال، لو حد شافه وهو بيشتري الخمر أو بيروح لبيوت الدعارة مش هيلاقي حد يغسله ولا يدفنه ولا حتى يصلي عليه ولا يمشي في جنازته. كان دايما يضحك ويقول لي اللي هيغسلني وهيصلي عليا ويدفني السلطان سلمان بنفسه، وهيمشي في جنازتي كل العلماء وجميع مسلمين أهل المدينة. بكى السلطان سليمان وما قدرش يمسك دموعه وقال والله أنا السلطان سليمان، والله لأغسله وأدفنه بنفسي. فأمر السلطان سليمان وقتها إنه يجمع الجيش كله ويجمع كل أهل المدينة، وأمر السلطان سليمان إن الراجل ده يدفن في مقابر السلاطين. وبالفعل حضر كل أهل المدينة، وكانت جنازته أكبر جنازة في تاريخ البشرية. القصة اللي احنا حكيناها فيها المئات من العبر، وأهمهم إن أنت ما تحكمش على الناس أبدا من مظاهرهم، لا يعلم حال الناس إلا رب العباد.